فادونا احنا كلاعبين عراقيين ككل. نعم. لان سمعتهم من سمعتنا. اللاعب العراقي صار الناس تنظر له بنظره مختلفه. الحمد لله. كلاعب بطل اسيا هو، سواء شارك او ما شارك. يعني احنا مثل ما شفنا هسه الاحتياط اللي ما شاركوا مع المنتخب في بطوله اسيا هم كلهم احترفوا. ليش؟ لان هو مثل المنتخب سواء لعب او ما لعب. نعم. هذا الانجاز اكيد خدمنا احنا كلاعبين. حتى يعني في التصنيف العالمي التصنيف العالمي مثل ما شفت هسه يعني لحد قبل كم يوم صعدنا 15 درجه بعد. نعم. اكثر من التصنيف اللي قبله. حقيقة بالنسبة لي وجهتي يعني هناك عروض من أندية، لكن أندية ليست بمستوى طموحي في الأردن. هناك عرض من نادي طرابلس في لبنان ومن نادي العهد اللبناني أيضا. أنا في صدد دراستها، وأيضا النادي اللي كنت فيه بالبحرين اللي يحاولون تجديد معي. نعم. لكن أنا حابب أنه يا اما أبقى في الأردن أو مع نادي اللبناني. الدوري اللبناني متأخر راح يبدي يعني 28/10، فهناك وقت يعني إلى حد ما ادرس الوجه المقبل ان شاء الله. ان شاء الله. مظفر، الان سمعت كلام الكابتن اركان انه المنتخب عندما قدم المستوى اللي ظهر به في اسيا فافاد كل اللاعبين العراقيين. هل الذي يكون في نفس الرذم او في نفس الموضوع انه عندما يكون هنالك مطربين بمستوى عالي جدا فاكيد بالتالي سيكون يعني ذو فائده على زملاء من الفنانين؟ بصراحة هاي تختلف نوعا ما عن يعني الرياضة. يعني ممكن الفريق أو يعني الأندية أو التصنيف هذا اللي يخدم كل اللاعبين، بس إحنا كفنانين الفنان هو يمثل نفسه. نعم، ولكن اللي أقصده أنه ممكن مثلا كاظم الساهر هو مطرب عراقي، أكيد لو كان الآن يعني مثلا إن شاء الله بالسنوات القادمة يكون عندنا مثلا 10 كاظم الساهر يعني طبعا بمستوى كاظم الساهر. طبعا هو الفنان عادة الفنان يكون ظاهرة، يعني هي ظاهرة. الفنانين السابقون هم ابدا ما حيضيفون او يقدمون للفنانين الجايين، لان كل فنان هو نفسه حيقدم نفسه. شلون يقدم نفسه بالطريقه؟ لذلك او الشركات والعروض ما تجي على سمعه الفنان اللي سبقنا، الفنانين السابقون، ولا تصنيف، وانما يجون على ابداع ومستوى الفنان نفسه، ان هذا يصير نجم او ما يصير نجم. لأن هم في مرحلة خلق فنان معين أو يستفادون من نجوميته. فالفنان إذا كان نجم تأخذ شركات عم تستفاد من نجوميته، تبيع كاسيت وكذا. نعم. فمن يجي مطرب جديد مستحيل يعني تأخذ شركة بنفس على سيرة أو سمعة المطرب الآخر. نعم. لأن هو ما يعرفون الناس، فراح تبدأ تصرف عليه من جديد، يعتمد على تبني فنيا وتعمل له فيديو كليبات وكاسيتات وتصرف عليه على مود يصير يوصل بمستوى النجم ويبيع. فهذا النظرية تختلف من الكرة إلى الفنان. طيب. طبعا بعدين احنا ان شاء الله راح نحترف قريبا. انا اتمرن هسه. انا المدرب ما علم يعني. اريد تجيلي على طبعا قريبا. انا احاول يعني بصراحة. كيف وجدت بالتمارين؟ طبعا احنا كرياضيين كلاعبي كرة قدم نعتمد المناطق القدم والساق يعني في تمارين الحديد نعم. لكن مظفر لا، يعتمد الكتف والصدر هاي. فهو يقول لي انا امرنك فوق سوي جسمك اقوى، وانا اقول له لا انا امر رجلاتك. هو حد يدرب الله. ولكن هنالك اتهامات يعني موجهه لمظفر النواب على انه يعني يعني هو ياخذ من الشطات بس مو هو. تاخذ من الشطات؟ أنا لا والله عاد يعني هو سيد العارفين. لا هو أنا يعجبني تدريبه. طبعا الحديد اللي يتمرن حديد بناء الأجسام يراد لها صبر كبير، صبر وقوة. أنا من الناس اللي ما أصبر على الموضوع، لكن هو لا ملتزم بالموضوع ويتدرب. يعني التمرين الحديد هو نفسه يعني صار في جانب آخر يعني. لا والفنان المطرب بس احنا نسمع من عندك أغنية. لازم نسمعنا أغنية. أنا عم ألعب رياضة فهو لازم. هو كان يعني بالبداية أول ما نزلت الرياضة مطلوبة للكل. الرياضة مطلوبة للكل، وخاصة الفنان يعني. إيه الفنان النفس هو يعني النفس كلش مهم. والفنان بصورة خاصة لأنه هو يوقف على مسرح ويلبس لبسة معينة، فتعرف شكل الفنان. أكيد حتى بالنفس يعني مهم. بالنفس بكل شيء يعني بكل شيء الرياضة مطلوبة. يعني أنا أحب الأكل بشراهة. يعني أحب لما أقعد على السفرة ما آكل يعني حد لما أحس نفسي شبعان فعلا أقوم. فيعني ما يعني إذا مو رياضة أنا أحسمن وراح يعني يتشوه البدي. طبعا اكيد منظرك انت حتى لما انت تكون
في لحظه من اللحظات رومانسي فشكلك ما يدعو للرومانسي. اكو واي فنانين مثلا يغني برومانسيه بس ما توصل لانه هو شكله لياقته مو مال رومانسي. نعم يعني مال اغنيه شوبي. البودي شوبي وثريد حتى تشوف يراد للياقه بصراحه. فلما يكون فنان كرشه كبير وكذا ما راح ياثر بيه مثل ما يكون رشيق زين ولابس بصوره انيقه وكذا. يعني اكيد يعني الشكل وخاصه هسه يعني الشكل العنصر اساسي في الفيديو كليب. تعرف هسه الاغاني كلها فيديو كليبات، نعم مو مسرح ويغني المطرب تلقائي وتحب صوت الناس، لا يمثل ويغني ويلبس. واحيانا الاغنيه ما تنجح اوديو بس تنجح فيديو كليب. اي يخدم يعني هسه الفيديو كليب يخدم الاغنيه 70%. اكيد. فتعرف الرياضه عنصر اساسي. بعدين ظلينا نتمرن انا وياه، يعني اروح النادي قريب هنا، هو يتمرن لياقه بدنيه وانا اتمرن حديد. نعم. حديد في مباريات يعني هنالك يعني دائما نشاهده كان للفريق الجالي ويا الفنان هيثم يوسف والامير عبد الحسين. ان شاء الله ان شاء الله. صار عندي 3 فنانين بالفريق. طيب بس لاعب حديد اكسر الصراحه. المدافع ممكن خليه حمايه مو لاعب. ان شاء الله ودي قريبا. نمير عبد الحسين كيف يعني بالمباريات؟ والله من الفنانين اللي دائما يعني يشاركوني بالمباريات. انا اعرف هيثم يوسف مستواه يعني عالي يعني جدا بكرة القدم. الى حد يعني يوم امس كان معنا في مباراة لعبنا. مظفر يعني ما يحب كرة، يحب يتابع لكن ما يجيدها. لكن هسه دا اشتغل عليه انه مشروع حارس مرمى لان ايده زينه. نور صبري جديد. تخيل نفسك حارس مرمى يعني. تخيل حارس مرمى. والله انا احب اكون لاعب صراحه دفاع. ممكن يعني صعب ضربة جزاء علينا. شو تريد تسمعنا هسه انت على ذوقك؟ شو تحب تسمعنا مو شو تريد تسمعنا؟ هو دندن اغنيه قبل ما نبدي التصوير. خيانه طبعا جديده. احنا ما نريد نحرقها طبعا لان انا اعرف انه الفنان ما يطلع الاغنيه قبل. صح يعني بخاطركم. شكرا جزيلا. بس اذا باقت احملكم. طلعها مره ودوما نعيد اللقاء. ادور بالقلب بالنبض القاك، اغمض عيوني بين رموش الطيك، بس امر حبيبي وروحي تفداك، يا المرخص حياتك بيش اجازي، وبعد ما يهمنا ابوك شلون سماك، حبيبي القلب هذا اسمك واسميك، حبيبي القلب هذا اسمك واسميك. عشت ايدك حبيب قلبي. طبعا هاي الاغنيه جديده يعني ما صار لها من اشتغلت كلمات حازم جابر والحاني، ان شاء الله تكون بشريط الجاي ان شاء الله. ليش هاي السرقات بين المطربين المحليين تحديدا؟ يعني ما اتوقع انه ممكن تكون سرقه من المشكله مو يم المطربين، المشكله يم الشاعر والملحن. الشاعر والملحن عاده يعني اكو شعراء ملحنين يبيعون النص اكثر من مره او يبيعون اللحن اكثر من مره، فطبعا المطرب ما يدري، هو يروح يسجل، المطرب الاخر اللي مشتري همات من نفس الشاعر نعم. يسجل العمل، يتفاجئون انه هذا عنده الاغنيه وهذا عنده الاغنيه، واحيانا نفس النص شويه مختلف، لا بلحنين يعني بلحن مختلفه. ممكن الفنان خطيم تعبان عليهم مسجله وكذا، يسمع واحد طرق الاغنيه بحفله غناها وانتشرت بصوت ذاك الفنان، وهذا مشتريها وتعبان عليها ومسجلها. ماكو حقوق. هو اكو حقوق بس احنا كعراقيين هسه نعم. احنا بلدنا تعرف يعني ماكو حقوق. كل شيء ماكو حقوق. حقوق الانسان ما موجوده، فما بالك حقوق الناس. خلينا نهتم بحقوق الانسان اول شيء، وبعدين نهتم بالحقوق الفنيه او الكلمه او اي شيء اخر. فيعني يعني هو بصراحه هو نفس الشاعر، هو نفسه شلون يكون شاعر ويتعامل مع الاحساس وهو اصلا يعني ما عنده احساس.
كونه بايع شلون لكونه يعني كونه باع الاغنيه مرتين، حتى لو انا هذا والله ما تبدي أنسى. صدامات بين المطربين. اكيد يعني هو بمثابه واحد ابو مشاكل يسوي مشاكل بين الناس. يعني اغنيه ممكن يسوي مشكله بين مطربين، ويعني لا هذا له ذنب المطرب ولا هذا له ذنب، الذنب وين؟ يم الشاعر او الملحن اللي باع الاغنيه اكثر من مره بصراحه. يعني وكيف انتم تتلافوها؟ يعني مرت بيك هاي التجربه؟ يعني واحد من المطربين خلاص ما دام طلعت مثلا كان مثلا مطرب سجل اغنيه قبلي وصورها، فانا عندي العمل بعد صوره هو ونزل وافرط الناس فاحترق العمل. يعني من يجي هو يصوره حتى لو كان عمله جميل الناس عرفته بهذاك اللحن بهذا تبدي يقولون هذا قلد المطرب الثاني، نعم. مو من مصلحه المطرب انه ينزل عمل يقبل بالقضاء والقدر هذا ويشيل الاغنيه يحطها بسله المهملات، يعني يركنها. يعني انا عندي هسه اغنيه هواي اشتغلت غناها واحد من المطربين اصدقائنا بشكل حلو وجميل، بس انا مغنيها ورايحه وبايعها للخليج، تغنت بالحفلات ونزلت وهو ما صورها، بس هي تغنت بعد وراحت شو ثقلك يا الاسمر، طبعا غنى صديق حسام بس هو مو ذنبه، غناها بلحن اخر لحن ناس طيبه وكان لحن جميل وانا اشتريتها من علي صابر نعم بلحن اخر. فالشاعر المن بايعها ومن اللي اول من الثاني ما نعرف، ما تعرفون. ما تعرف، بس هو انا يعني عندي تنازل وعندي لان شركه الانتاج ما تاخذ منك العمل اذا ما عندك تنازل بالنص او بنص الاغنيه. نعم. على مود تحطها بالارشيف او تاخذ بها اجازه من هاي يسموها ما اعرف يعني المهم والله نسيت. يعني حقوق حقوق نعم. الحقوق النشر، حقوق النشر. فانا ماخذ بها حقوق ونازله بالخليج، فما اعرف شلون يعني، بس هي انعرفت طبعا بصوت حسام غناها بشكل حلو، انا هني يعني مو مشكله ما يهمني، بس الشاعر نفسه شلون انت تبيع النص اكثر من مره شلون حتتعامل وياه بالمستقبل؟ او الحجه تكون انه انا والله منطهي للملحن ذاك من زمان وغناها زين، شلون سجلها بدون ما ياخذ رايك او صح ولا لا؟ فاكيد هو يكون يعني بدايه الخطا من الاساس. شوف وين الاساس؟ المطربين ما اعتقد انه الا اللهم اذا كان المطرب سامحها صارت وياي. عندي اغنيه اسمها علي بويا ماخذها واحده من الشباب الجدد مغنيها. نعم. وطلعت بالتلفزيون مصوره وانا يعني عندي اعرف الشاعر واعرف الملحن، منين ماخذها انت؟ ونسجلها نفس التسجيل مالتي ونفس طريقه الغناء يعني مقلدها الاغنيه بحذافيرها. يعني نقول لهم بلحن اخر مثلا انت ماخذها ممكن، بس لما يجي يستنسخ الاغنيه ويغنيها لا هاي عيب طبعا اكيد. سرقه علنيه يعني، وما يهمه انه انا ازعل او ارضى، فهي اكيد تعتبر سرقه يعني. كابتن أركان، في الفترة الأخيرة بدأت نفسية اللاعبين العراقيين داخل الملعب دائما يكون عندهم نيرفز، يعني حتى في المباريات إن كانت دولية وإن كانت غير دولية. يعني شاهدنا النيرفز موجود في مباراة نهائي كرة القدم، نهائي الدوري العراقي، نهائي دوري النخبة، كان النيرفز من أركان نجيب بسبب يعني هنالك ضغوطات على أركان نجيب عند اللاعب. شاهدنا أيضا المشكلة التي حدثت والحمد لله يعني فضت بسرعة يعني ما تأخرت وما أخذت أكبر من حجمها بين هوار ملا محمد وبين يونس محمود. قبلها في خليج 18 أيضا كان هنالك نيرفز عند اللاعبين وراء البطولة وتصريحات كثيرة باتجاه المدربة واتجاه الاتحاد. أيضا هنالك كان يعني في مشاهد الفيديو اللي شاهدناه في المباراة هنالك يعني نيرفز بين أحمد صلاح وبين هوار ملا محمد في خليج 18. هل تتوقع أنه اللي دا يصير هسه بالبلد واللي دا يحدث من اعمال هو دا تاثر عليكم سلبا يعني على نفسيتكم انتم كلاعبين؟ لماذا هذا النيرفز، خصوصا انه اللاعب العراقي معروف عليه انه لاعب جدا هادئ ممكن وخلوق وقليلين الانذار، قليلين كنا مو بس وقليلين حتى شو اسمه، حتى قليلين الطرد. يعني اللاعب العراقي لاعب قليل الطرد في ساحات المباريات الدوليه وحتى المحليه. اللاعب يعني انسان يعني له احاسيس. ف الفترة الأخيرة مثل ما تعرف ظروف البلد اختلفت كثير، ولاعبنا مطالب بالكثير يعني من أجل جمهورنا. يعني أنت لو تشوف الجمهور كيف يجي للمباريات سواء كانت في بطولة خليج 18 في الإمارات، هو لما الكابتن هوار لما بكى صدقني ما بكى على مود نفسه، لأن الناس هالقد ما قامت تيجي بطريقة. أنا كنت طبعا من الناس المدعوين في خليج 18 كنت متواجد في الإمارات في وقتها. يعني الناس لو تشوف والله أكو ناس تبيع موبايلها الجديد وتشتري ارخص حتى تروح تشوف المباراه. الله اكبر.
يعني كثير امور يعني ليش الناس اللي طلعت جمهورنا العراقي يعني والله الجمهور يعني ما نشوفنا عنده بالدنيا كلها جمهور الى درجه كبيره يعني. فمن يجي واصل والله يعني يتكلمون اللاعبين يقولون اكو ناس في خليج 18 في مباراتنا مع السعوديه الملعب طبعا فول كان واحنا مو ارضنا احنا في الامارات طبعا الامارات بلدنا وناسنا وصاحبين افضال كثيره على لاعبينا ومكرمه الشيخ محمد براش الاخيره كانت طبعا مو غريبه عليهم هم ناس طيبين وناس محبين ومساعدين جميع الرياضيين بكل تاكيد يعني وهذا يعني خطوات الفارس بهذا الشكل. اكيد اكيد فجمهورنا كان موجود خارج الملعب بقدر اللي موجود داخل الملعب ويبكون يتوسلون في الشرطه بس دخلونا خلينا نشوف المنتخب بس دخلونا هذول من نشوفهم نحس العراق. فاللاعب من يشوف هيك منظر قبل ما يدخل المباراه من يشوفهم بالفندق متجمعين كلهم قبل ما يتوجه بالباص اللي ينقل المباراه اكيد راح ينشد شويه. تصير ظروف بالمباراه انه تعيقك انه تقدم هاي الفرحه للجمهور فاكيد راح تتنرفز. يعني في وقتها من هوار تكلم مع احمد صلاح يمكن احمد ضيع فرصه نعم هي كله بسبب اكيد ضيع يعني هي مو امور شخصيه يعني حالة عفوية طبعا احنا حالة عفوية حالات داخل الملعب يمكن انا حاليا مو منتخب لكن سابقا توصل مرحله انه يصير سب وشتم بيناتنا وهاي لكن نطلع من المباراه انتهت كل الامور. نعم. لا العراقي قلبه طيب الى درجه كبيره يعني ينسى كل شيء ويمحي كل شيء. لكن ليه تفاجئون العالم العربي الظروف اللي تصير بالعراق؟ صدقني هاي كلها ظروف خارجيه وناس تاثر على ناسنا الطيبه اللي موجوده في البلد. لا اللاعب العراقي هو من الناس اللي موجودين ومن البشر. الموضوع اللي صار بين يونس هوار لو ما غيرته على الفريق ودا يريد يونس يقول ودا يريد يونس مثلا يحقق في شيء ما كان تصرف هالتصرف. لكن ثاني يوم اعتذر له وباسه. طبعا نشد كان يتكلم لي بهالموضوع يقول نشد خلصنا المباراه كنت دائما اتصل في نشأت بعد المباريات فقلت له نشأت شنو هاي صار بين هوار ويونس محمود؟ قال لي ايش بيهم؟ قال لي بالتلفزيون شفناهم هوار غادي يعتدي على يونس. قال حرام خلصنا المباراة اثنيناتهم قاعدين مقابلي طبعا الباص اللي ينقل المنتخب بعدين اصدقاء باص طابقين نعم الطابق اللي تحت كراسي الطابق اللي فوق مسوينهم شلون الجلسة العربية نعم يقول قاعدين اثنيناتهم مقابلي ودي يتكلمون بالتليفون مع اهلهم ودي يضحكونها. قلت له انقلبت الدنيا عليهم وشنو صار؟ قال والله اقول له قدامي اياتهم دي يسولفون. فيعني تصير امور بالمباريات الناس تفسرها 100 تفسير. نعم. وفي وقتها بعد المباراه اللي بعدها الكابتن هوار سجل هدف وراح وباس يونس قدام اكيد الجميع. اكيد فاحنا رياضيين ترى ليش يقول لك روحك رياضيه؟ نعم. الرياضي قلبه كبير وينسى كل شيء. الحالات اللي تصير الحاله اللي صارت في دوري النخبه صارت تعرف يعني فريق اربيل فريق فتي ولأول مرة يوصل للمباراة النهائية وكنا متقدمين في الدقائق الأخيرة فريق قوة جوية لاعبين شباب ما عندهم خبرة يعني وصلوا لهيك مرحلة فكان اكو فد تاتش بالمباراة وهذا يضرب هذا يتكلم. المباراة قاربت على الانتهاء كانت في الدقائق الأخيرة صارت فد حالة انه لاعب ضربني في قدمي فأنا دفعته هو دفعني صار تشابك بالايدي لكن الكابتن الخلوق والكبير كابتن غاضي شنيشي حل النزاع في وقتها وصفت الامور وبعد المباراه بست اللاعب وانتهت الامور خلص يعني. لكن احنا الاعلام مرات يكبر هذه الامور واحنا الاعلام جديد علينا قنواتنا الفضائيه ما شاء الله خير ما شاء الله ان شاء الله عليهم ان شاء الله فقامت يعني من ولا فضائيه الى 70 الى 80 فضائيه يعني الحمد لله اكيد الحمد لله ان شاء الله حتى واحد ما يعرف وين يسوي اعلان وين يقدم اغنيته وين هو هذا الموضوع. انتم كفنانين يعني ايضا هم فادوا الرياضيين بتعدد القنوات كون يعني كل قناه يكون كل لاعب له حضوره والمباريات ونقلها. كنت اتكلم قبل شويه كنت اتكلم مع اللاعب احمد صلاح مع اربيل يقول لي في ناس كلموا معي من نمسا انهم في نادي درجه ثانيه اولى يعني ما انتبهت على الكلام انه شايفين الدوري العراقي. تخيل في النمسا تابعوا الدوري العراقي. هي كثره الفضائيات فادتنا كثير يعني فادتهم بالتاكيد خصوصا انتم كلاعبين يعني للاحتراف ولرؤيه المستوى الفني. ولكن انتم ايضا كفنانين على ذكر القنوات الفضائيه كم نسبه بالمئه تنطيني هسه خدمتكم القنوات وتعدد القنوات وتعدد اغانيكم في من قناه لقناه؟ يعني بصراحه يعني هي يعني تعرف صار عندنا كم هائل من الفضائيات وعدد قليل من الفنانين
بالعكس يعني صار بالعكس قبل كان عندنا كم هائل من الفنانين ولا فضائيه تخدم الفنان العراقي، كانت مقتصره على كم واحد تقبلهم الاذاعه والتلفزيون. والان طبعا هذه الكثره هي زينه ومو زينه. زينه كثرت بالقنوات. اي طبعا زينه للفنان انه هو يقدر يقدم عمله بسهوله ويوصل للناس ويحبوه، ومو زينه انه في كثير من الفنانين مو بالمستوى المطلوب فبداوا يظهرون. طبعا الفضائيه تريد تعبي برامجها وتطلع فنانين. صح. طلعون فنان يطلع لي فنان لا شكل ولا صوت ولا كلام ولا منطق ولا يعني يدخل البيت العائله المعينه هاي ويضايقهم بداخل بيتهم. تخيل يعني والله صح. يعني تخيل يعني هذه الفضائيات توصل لابعد نقطه بالعالم. فانا افوت لبيوت الناس ببيوتها اضايقها بداخل بيوتها. يعني الفنان هذا هو مو فنان وانما شخص جاي دخيل على الفن، سجل له عنده كم فلس، سجل له اغنيه. طبعا هو شنو يعني عنده كم فلس؟ ممكن الاغنيه تكون رديئه جدا مسجلها ما ادري وين، ويا شاعر منو كاتب هي كذا. يعني هم احيانا هاي الفضاء تخلي يكون عندها رقابه معينه، يعني متطلع الفنان الحقيقي العراقي. يعني احنا اكو كثير فضاء تطلع فنانين لا مستوى ولا كلام وين وحتى المدير يعني هذا المدير اصبح مشكله. وشلون وافق عليها مدير البث يطلع هاي الاغنيه مثلا، صح ولا لا؟ طبعا هاي هم تخدمنا احنا انه الفنان الجيد يبرز بعمله، يبرز بنتائجه. بس خلينا ايضا يعني نختار فنانين اللي نخدمهم نطلعهم للناس، لان هاي الفضائيات بدات يشوفوها الوطن العربي ويشوفوها العالم بكل مكان. خلي تخدم الفنان العراقي بصوره صحيحه. تفهمني؟ يعني اكيد فاهمني انت. كثير من الفضائيات يعني بثها ما كان بالمستوى المطلوب، يعني ولا تمثل العراقيين الفنانين العراقيين. احنا عندنا فنانين مستوى، عندنا فنانين، عندنا كاظم الساهر، عندنا مازن مهندس، عندنا رضا العبد الله، عندنا كثير من المطربين اللي عندهم اعمال حلوه. خليني اخدمهم. يعني ليش انا اجي اطلع واحد والله دا املي به الشاشه اعيد؟ ممكن انا اعيد الاغنيه 5 مرات، اغنيه جيده خلي اعيدها 5 مرات، ولا اطلع لي واحد يسيء الفضائيه ويسيء الفن العراقي نفسه. وهذا حتى ما معمول به الان في قناه البابليه. ان شاء الله انا بصراحه من متابعين البابليه مستواها جيد، وان شاء الله نتمنى نطمح اللي تكون مستوى اعلى واعلى ان شاء الله. ويعني اتمنى انه تخدم الفنان الحقيقي العراقي. يعني هو من خدمة الفنان اعتقد انه الفنان لما ينخدم راح يوصل صوت بلده وراح يكون عنده امكانيه هو يقدم يعني فن احسن. كالرياضي سفير لبلده. اكيد. يعني احنا هسه شفنا ذاك اليوم حتى قلت لك اللعبه هاي مشكله بسيطه صارت اعلاميا. احنا المفروض حتى اللاعب مالتنا لما يكون يصوره كاميرات راح يحس نفسه انه هو قدام العالم. خليه يمثل العراق، لا يمثل نفسه، لا يكون اناني. صح. يمثل نفسه بس ويمثل اخلاقيته وياثر على الفريق كله بصوره كامله. انه انا اكو ناس طيبين اكو ناس اخلاقيين. كلاعب يمثل كل اللاعبين وكفنان. يعني انا مثلا موقف هوار ويونس يعني ما كان حلو بصراحه، ما كان في وقت لان الكاميرات تصور وانتم بيناتكم عندكم مشاكل. ما نريد نعكس مشاكلنا الخاصه قدام الناس. خلينا نكون نعالج مشاكلنا بعيد عن الاضواء، بعيد عن الكاميرات، بعيد عشان نطلع باحسن الصور. يعني حتى اللعب انا واحده من المباريات ما عجبتني، كان اللعب فردي واناني. بس بعدين هي المباراة الأولى كانت اي يعني بين الحزازيات بين اللاعب ومبين انه هذا يضوج من هذا وهذا يضوج من هذا. بعدين بعدها صارت مناولة قريبة جلسة مصارحة بعد جلسة مصارحة. خلي يكون اللعب جماعي، خلي يكون احنا ايد واحدة كفنانين كالواعيد اي عنصر ممكن يخدم بلدنا العراق هذا. خلي نكون ايد واحدة ونخدم بلدنا. هاي الحزازيات تنتهي. خلي من اسال فنان يصير على الفنان خلي يقول هذا الله قد هو اطلع عيوبه قدام الناس واشاره وفي سبيل انه انا منفعتي الشخصيه. لا، خلي احنا كليتنا نخدم العراق هذا. خلي يكون لعب الفريق المنتخب العراقي جماعي وحلو، بالتالي حتى انجازهم هذا ياثر على مستواهم بالاحتراف وياثر على مستواهم كل راح يظهر. كل راح يظهر. يعني هذا نجاح اي لاعب يقول هو هذا الانجاز للمنتخب كله. شلون الفنان لما ينجح باغنيه هذا الانجاز كل الشعب العراقي. أكيد. لانه البلد شلون تعرفه؟ من رياضته ومن فنه، مو من سياسي. اكيد طبعا. يعني هذا اللي صار يعني انجاز اللي عالم صيني او من العلماء المعروفين قال لك اذا تعرف بلد عرف موسيقى وعرف يعني نجومه. هسه الرياضه انضافت الى الفن والموسيقى. صح. عرفه من رياضته من فنه.
لم يبقى من الوقت سوى دقائق. كم عندنا؟ كم دقيقة؟ دقيقتين. دقيقة الكابتن أركان نجيب، ودقيقة أيضا أنا حطي دقيقة المظفر سيرة داينا 10 ثواني. شو تحب تقول؟ كاميرا قدامك، عدسة البابلية قدامك، شو تريد توجه لمن سلامك، لمن تحب كلمتك الأخيرة تكون؟ أكيد تحياتنا لكل جمهورنا اللي يتابعنا سواء في العالم العربي أو في بلدنا الجريح العراق، ونقول لهم رمضان كريم، وإن شاء الله يا ربي رمضان الجاي نكون كنا في بلدنا تحت خيمة العراق. تحت خيمة العراق، ناكل من ترابنا، وناكل من طعامنا اللي يختلف عن جميع بلدان العالم. أنا في نظري أحس إنه بلدنا خيره يختلف عن الجميع. الحمد لله والشكر. ظفر الأمية. أنا أحب أقول أول شيء أنتم كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم عليكم، ورمضان كريم على جمهورنا اللي يتابعنا سواء كان بالوطن العربي أو بالعراق. وأحب أوجه تحية لكل أهلنا الموجودين بالعراق وأقول لهم رمضان كريم عليكم إن شاء الله، ربي يزول كل هاي العقبات وهاي الآلام والجروح ويخلينا إيد واحدة، وإن شاء الله رمضان الجاي كنا نحتفل بالعراق، يرجع عراقنا الأول، وإحنا إلكم وأنتم إلنا ان شاء الله. هسه قبل الختام عندي فنان الكاريكاتير عبد الحسن. هذا اللي محضر ويا صديقي. محضر لكم، فاسمحوا لي يعني بس اقول لكم عبد الحسن، شلون الامور؟ شلون اخبارك؟